يعني ما علي، قبل لا ندخل في المحاور خلينا نمر مرور سريع على الحديث اللي كنا نتحدث عنه عن فيغاروا ورادوي. يعني عندي هني التقرير الحكام بالنسبة لمباراة الهلال والوحدة. يعني هذه أول رسالة: سعادة رئيس لجنة الحكام الرئيسية المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد لقد تم تكليفي ضمن حكام مباراة الهلال والوحدة ضمن مسابقة دوري زين السعودي المحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز يوم السبت الموافق 9/3/1432. وفي نفس المباراة وفي الدقيقة 28 من الشوط الثاني قام لاعب الهلال رقم 8 بارتكاب سلوك مشين، ضرب بقبضة يده على وجه لاعب فريق الوحدة رقم 6 باستخدام قوة مفرطة بدون كرة، وتم مباشرة الإعاز لحكم المباراة الحكم الدولي سامي النمري بما حدث خلفه، والإعاز له بطرد اللاعب رقم 8 من الهلال. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير الحكم المساعد الدولي فهد عويض فهد العمري. تقرير الحكم: سعادة رئيس لجنة الحكام الرئيسي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ضمن مباراة الهلال والوحدة والمقاومة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بتاريخ 9/3/42 وعند الدقيقة 28 من الشوط الثاني من المباراة. في شيء؟ لا المفروض تطلع صورة. لا عموما انا جالس اقراها لاني استلمت الان، يعني عرفت ممكن ياخذها على هالكاميرا. ضمن مباراة الهلال والوحدة المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بتاريخ 9/3/1432 وعند الدقيقة 28 من الشوط الثاني في المباراة قام لاعب الهلال رقم 8 ميرين رادوي بارتكاب سلوك مشين، وهو ضرب لاعب الوحدة بقبضة اليد على الوجه باستخدام قوة مفرطة بدون كرة، وتم الاتصال مع الحكم المساعد الثاني في المباراة الحكم الدولي الأستاذ فهد عويض العمري عن طريق الجهاز اللاسلكي، فتم ايقاف اللاعب والايعاز لي بطرد اللاعب فورا نظرا لما بدر منه، ودمتم ابنكم الحكم الدولي سامي النمري. وبعدين طبعا كنا نعرف ان اللجنه الفنيه برئاسه الاستاذ عادل بن عبد الله البطي يعني اتخذت قرار بايقاف، نص على الماده 41 بايقاف اللاعب مباراتين رادوي ومباراتين فيغاروا. في اي تعقيب على هذا الشيء؟ التعقيب ابو زايد انا ما زلت مصر، وهذا الكلام ما علي خلني اخذ يعني المتحدث الرسمي باسم نادي النصر حتى يعقب على هذا الموضوع. الاستاذ طارق بن طالب، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، كيف الحال؟ وتحياتي للاخوان الاساتذه اللي معك في الاستوديو. الله يسلمك ويبجيك. الله يسلمك. تفضل استاذ طارق. أنا بس حبيت أعقب على قرار اللجنة الفنية رادوي وعلى إيقاف فيغاروا. نعم. يعني أنا أعتقد أن اللجنة الفنية يعني حاولت أن تساوي بين الحالتين، وهي حالتين مختلفتين جدا. ما حدث في مباراة الطرد وطردوا الحكم. نعم. أنا أعترض على ذلك، لكن أنا أعتقد أنه في مباراة رادوي كان تقرير الحكم يختلف عن المبرر اللي أوقفت عليه رادوي المباراة. أنا كان في وجهة نظري أنه رادوي كان يجب أن يوقف حسب المادة 44 واللي هي إيقاف 4 مباريات. 43 لا 43 هم اعتمدوا عليه، اللي هو لا 44 حقة الإعلام. لا صح 43 هي كان 41 و43 هي المادة. المهم في مادة تفرق بين الركل واللكم 43 اي نعم، هم اوقفوا على انه ركل، بينما في تقرير الحكم ورد كلمة لكم. واعتقد انه هذا كان في محاباة كثير للرادوي، وانا كنت اتوقع انه فيغاروا حيوقف مباراتين. هذا طبعا اكمال التخبط اللي تشهده لجاننا فقط. يعني بس يعني هذه وجهة نظرنا. يعني انا اتوقع انه رادوي يعني كل لاعب الان الجمهور سوف يدقق على اي لاعب يطرد ويقارن. الجمهور اصبح يفهم ولا يعني وعندهم مبررات، يشوفون المباريات ويقارنون بين الحالات. انا اعتقد ما تمر به اللجان هي حالة عدم استقرار، واحنا كنا ننتظر انه يصير تغيير كامل في اللجان، ولكن ما لم نرى شيئا من ذلك. استاذ طارق، يعني الان انت تطالب بايقاف، يعني قصدك ان رادوي كان يستحق مباراتين وفيغاروا مباراه واحده؟ انا اعتقد ان رادوي كان يستحق 4 مباريات. كان يستحق 4 مباريات تقول؟ نعم، بناء على تقرير الحكم ورد فيه اللكم، واللكم انا ما عندي المواد، لكن في ماده اذا كان لكم يعتبر فيها 4، لكن حدث انه اللجنه اوقفته بناء على انه ركل، بينما تقرير الحكم زي ما يقولون ورد فيه انه في لكم وليس ركل. طيب
جميل. انا عندي نعم الموجود عندي بتقرير الحكم لكن يعني بالنسبه لفيجاروا مباراتين، هل تعتقد انها ظالمه بحقه؟ والله انا اعتقد الحركه اللي صارت الاشتباك، الاثنين كانوا اللاعبين مع بعض، صحيح لا بعد شو اسمه فيجارو اخطا، لكن اخذ عقابه من الحكم. اخذ عقاب من الحكم اللي هي مباراه واحده. يعني في حالات كثيره مشابهه لفيجارو اوقف فيها اللاعب مباراه اكتفي بالكرت الاحمر. بعد المباراه استاذ طارق يعني كان لك تصريح ان فيجارو يستحق الطرد ويستحق العقوبه. لا انا ما قلت يستحق الطرد، قلت يستحق الطرد نعم، وقلت انه هذه حركه ما هي المفروض تطلع من لاعب محترف كبير. في تعقيب عندك؟ اما العقوبه الكرت الاحمر استحقه في المباراه. احنا عندنا الان تقرير الحكم ومساعد الحكم عن حاله رادوي. نعم. ما في التقرير اي شيء يستوجب عقوبه اضافيه نهائيا. ما في لا تقرير الحكم ولا مساعده. كلهم قالوا ان اللاعب ارتكب شيء يستحق الطرد وطرد. انتهت القضيه. زي ما قريت لك ابو زايد تذكر نعم. النص انه اللاعب اللي يطرد لا يعاقب بعقوبة إضافية ما لم يتضمن تقرير الحكم شيء إضافي ارتكبه. الآن تقرير الحكم عن رادوي، تقرير الحكم عن فيجارو ما هو أمامي عشان أحكم على الحالة. التقرير عن رادوي لم يتضمن التقرير لا الحكم ولا مساعده أن رادوي ارتكب بعد ارتكابه ما يستوجب الطرد، ارتكب ما يستوجب عقوبة إضافية. نرجع كذا للمربع الأول. وتذكر أبو زايد أنا قلت إن قرار اللجنة الفنية ضد رادوي كان قرار غير صحيح. قرار لجنة الانضباط كان قرار صحيح لأنه تكلم عن شيء ما شافه الحكم. يعني رادوي عمل في مباراة الوحدة عمل اللي هو الكوع واللاعب كان مندفع أو المرفق، وبناء عليه لجنة الانضباط أوقفته عقوبة. بس يا أبو سليمان أنا قرأت تصريح لعادل دقيقة بس خلنا نكمل لو سمحت. الآن بالنسبة لي فيجارو اللي شفته في الملعب أنا ارتكب ما يستحق الطرد، ما يستوجب الطرد. لم أطلع على تقرير الحكم إلى الآن، ما ظهر تقرير الحكم لنعرف ماذا كتب فيه. لكن من قرار اللجنة الفنية التبرير اللي كتب أن قيام لاعب نادي النصر الأرجنتيني بارتكاب سلوك مشين لقيامه بركن اللاعب المنافس بالقدم بدون كرة بناء عليه يعاقب. إذن اللجنة الفنية تكرر نفس الخطأ وتعاقب على فعل عوقب عليه اللاعب. أنا قلت لك أبو زايد لو أن تقرير الحكم تضمن أن اللاعب عندما طرد لم يخرج مباشرة وإنما حاول أنه يعني ما أدري حاول أن يعتدي على الحكم أو يناقش الحكم، هذا موضوع الحكم، أو زي ما قال أبو عمر يمكن تلفظ أو شيء من هالقبيل. سعيد هذا شيء الحكم هذا شيء الحكم هو اللي يقرر. لكن واضح أنه تقرير الحكم ما تضمن أي شيء وبناء عليه. عطني لحظة ما علي. لا لأن في حاجة الآن الأخ سعيد هلال اتصل بالأستاذ عادل البطي. نعم. فالتقرير يقول لك احتمال يكون التقرير فيه خطأ لأن العقوبة مباراتين زائد مباراة الطرد بالنسبة للفيجارو. لا هذه معروفة. هذه معروفة. مباراتين فقط. ويبدو أن التقرير في خطأ أن اللاعب لكم ولم يركل. سعيد كذا اللي قال لك؟ لكم وليس رادوي. رادوي فيجارو أن لكم يعني يا ليت الاستاذ عادل البطي يتدخل معنا. لكم مين؟ لكم الهواء ممنوعين. لكم الهواء وطالع. لكم ضرب بدون كرة، ضرب حتى حكاية بدون كرة هذه. اي بس قضية اللكم وجهة نظر لأنه كانت مشاركة في الكرة وبعد ما راحت الكرة هو ضرب. أنا أتفق مع أبو سليمان إذا كانت المسألة على ما بعد الطرد. إذا ما بعد الطرد وتلفظ إذا الحكم كتب تقرير وتلفظ هذا ممكن، لأنه كلنا شاهدنا اللاعب بزايد اللاعبين زملائه كلهم حاولوا منعوا من أنه يصل للحكم. هل كان يريد أن يناقش الحكم؟ هل كان يريد أن يعتدي عليه؟ هذا موضوع أنا ما أدري. يا أبو سليمان احنا سمعنا من عادل البطي في أكثر من برنامج قضية رادوي، حفظنا كل الكلام اللي قيل فيها من عادل البطي ومن اللجان. ما قالوا عادل البطي واللجنة الفنية بأن تقرير الحكم هنا ضمن سلوك مشين. عادل مرة ثانية أن رادوي لكم بينما فيجارو ركل بدون كرة. سلوك مشين، والسلوك المشين هنا عندما يضمنه الحكم أبو سليمان. من اللي يوضح عادل البطي؟ عادل البطي. طيب وش المشكلة هنا؟ يعني ليش يوضح كذا؟ أنا أسأل عادل البطي
هل عنده تقرير عن رادوي غير هالتقرير هذا؟ أسأله وأرجو أنه يجاوبني. عندك عن رادوي يا أستاذ عادل عشان وقفتوا مباراتين غير هذا الكلام؟ الآن أنت تشير في قرارك ما في تقرير حكم، في أن اللاعب العمل اللي طرد من أجله في الملعب أنت تعاقبه مباراتين. أنا أقول لك في نص في لائحة العقوبات يمنع هذا الشيء، يمنعك يا أستاذ عادل بطي أن توقع عقوبة على لاعب تم طرده ما لم يرتكب بعد الطرد ما يستوجب حتى لو نزل دم اللاعب. تعال ابو سليمان خلينا نتناقش. ابو سليمان سواء كان رادو ابو سليمان خلينا نتناقش. ابو سليمان لا تستهتر بالحديث، خلينا نتناقش. انت تقول لك الان انت الان لما كتب ما تناقش بس لا رايك. انا بقول رايي. بقول رايي. انت بتقول الان يا ابو سليمان كلام مكرر سبق وان قلته سابقا، لكن طلع عادل بطي رئيس اللجنه الفنيه واكد بان السلوك المشين لحاله يستاهل عليه عقوبه. الحكم اي حكم ما يبرر لك يقول لك اطالب بايقافه او رفع عقوبه، في تقريره يوضح الحاله ويشرحها له. انت ذيك اليوم ابو سليمان هنا كنت تتحدث عن نص خارج النص، تقول اي لاعب حتى لو بصق على الحكم واعطاه كرت احمر يكتفي بالعقوبه ما يكتفي بايقافه. في حاجه مهمه احمد. قلت الكلام ده ولا لا؟ احمد دقيقه لا دقيقه. لا دقيقه ابو عمر دقيقه تفضل.